دكتور أحمد عطلة عضو مجلس الشعب الأسبق عن حزب الوفد، هل ما حدث بالأمس كان نقدر نقول أنه تمهيدا لاحتفالاتنا غدا بانتصارات أكتوبر؟ يعني هم من الجانب الآخر هل هم كانوا بيستعدوا للي حصل الأمس؟ نعم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. نصر أكتوبر الذي نحتفل بذكراه الآن لو قارناه بما نعتبره نحن الآن نصر في الثورة 30 يونيو، شتان ما بين الموقفين. في أكتوبر كان الشعب المصري في حاجة واحدة بس، نعم، استعادة المواطن كرامته في 30 يونيو استعادها أيضا في نصر أكتوبر. لا معلش، لا هو استعاد كرامته في نصر أكتوبر بدون شك. تمام. وكان الشعب المصري كله كبار وصغار، مسلمين ومسيحيين، ليبراليين وعلمانيين وقوميين وشيوعيين، كانوا يدا واحدة بالتأكيد. الشعب المصري كان شعب مصر الحقيقي الذي تفجر منه هذا النصر. الآن ما نسميه نصر الآن، انظري إلى الخلفية الموجودة في الشارع، في كمية كره وحقد بين المصريين لم تكن موجودة في تاريخ مصر أبدا عبر التاريخ. فصيلين أيهما كان كبير أو صغير، أحدهما يتهم الآخر بالخيانة والعمالة والكفر ومحاربة البلد والتجسس والتخابر والآخر يتهم الفريق بنفس الاتهامات الشنيعة. يعني هنا في تصعيد ومبالغة ونار الحقد والكره التي وجدت في هذا الشعب. يعني قليل جدا أن يكون بس نتيجتها شوية الاشتباكات اللي حصل الأمس وغدا وغيره. لا، الموضوع مش هينتهي على كده إن لم يدرك القائمون على الأمر تمام. والإعلاميون كطبقة مهمة في هذا الشأن أن تفريق الشعب المصري وتفتيته والتصعيد في الخلاف الذي بين فصائل الشعب حتى أن الواحد منهم ينظر إلى الآخر كأنه إسرائيلي، إن لم يدركوا ذلك فاعلمي أن مصر في دوامة عنف وفي دوامة إرهاب وفي دوامة تفجيرات وفي دوامة كفيلة كما قال أخونا الأستاذ حسن بأن توقف عجلة التنمية تماما، بل ترجع بها إلى الوراء. بالتأكيد. لا يمكن أبدا لفصيل أن يقضي على الفصيل الآخر. لا يمكن كما يظن البعض ويقولون اقتل وموت يعني في واحدة امبارح نشيطة سياسية تقول لي لما أمسكوا بالإخوان لماذا لم يقتلوهم فورا؟ قلت لها يعني السؤال هل يستطيع فريق أو فصيل أن يقضي على الآخر تماما؟ لو كان ذلك لكان جمال عبد الناصر أشطر، ولا كان السادات أشطر، ولا كان حسني مبارك أشطر. ما حدش قدر يقضي على فصيل بعيد ولا هيقدر في التاريخ. لابد أن ندرك ذلك ونعلم أننا كلنا شعب واحد. طيب. همومنا واحدة ونقرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سددوا وقاربوا. طيب طالما ما فيش أمل أن فصيل يقتل فصيل وإحنا كلنا قلنا أن إحنا واحد وفي النهاية مصريين، طيب ما فيش سبيل للمصالحة الوطنية ما بين جماعة الإخوان المسلمين وما بين باقي الفصائل السياسية الأخرى؟ لابد أن يكون هناك سبيل. ما حدش تفاهم من الطرفين ولا من الجانبين. كانت في محاولات في الفترة السابقة، محاولات مكذوبة. ما هو انا ممكن اقول لك تعالى ما نتصالح وانا يعني زي ما بيقولوا كده انا كلمت بعض قيادات الاخوان ايامها اللي كانوا نواب معانا في المجلس، قال لي اللي بيقول لنا تعالى نتصالح بيطلع لنا لسانه، يعني احنا غلبناكم اهو تعالوا بقى ما نكسر رقبتكم. المصالحه لابد ان تكون نابعه من ضمير حي يقصد المصالحة فعلا. هل الشعب هيرحب مرة تانية بالمصالحة الوطنية بعد أعمال العنف والشغب والقتل اللي احنا المفروض ان احنا تم إيجادها في الفترة الأخيرة من جانب الإخوان المسلمين؟ الشعب شعبان. اليوم لو قلت ان الشعب المصري شعب واحد يبقى انت بتغلط الحقيقة. الشعب المصري وكما يعلمه أولو الرأي شعبان، وإن كان ده صغير وده كبير مش هذه القضية. في شعب يعيش في قضية بمعنى معين وهدف معين، وشعب يعيش في قضية بمعنى آخر وهدف آخر. يعني دكتور أحمد حضرتك شايف أن المصالحة الوطنية مش مصالحة فيها جدية، مصالحة لابد وليس هناك مخرج إلا بالمصالحة الحقيقية والتقريب، وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا. كيف تبدأ؟ يعني إزاي تبدأ من وجهة نظرك؟ من المسؤولين. أصل ما تجيش على الفصيل الأضعف وتحمليه مسؤولية المصالحة. المسؤولية تأتي دائما من الكبير. وهنا بقى البطولة الحقيقية. يعني البطولة مش إن أنا أضرب ناس أموتهم، دي مش بطولة. البطولة الحقيقية أن أجمع الشعب كما كان قوة واحدة ويدا واحدة.